السيده الوزيره المحور الثالث توصلنا مجموعه ديال الاسئله كتخص هذا المحور هذا واللي عنده علاقه بمجال الاشخاص في الوضعيه ديال الاعاقه. بزاف ديال الناس اشاروا الى ان هاد الاشخاص هادو الى وقت قريب كان في المغرب كيتعامل معهم المجتمع بمنطق الشفقه، منطق يعني العطف. اليوم الوزاره تبنات هذا المشروع هذا باش يعني تساهم فيه. الاسئله ديالنا تنوعات لجوج ديال المسارات كبرى. المسار الاول اللي عنده علاقه بالتعليم ديال الناس. عندنا فاطمه الزهراء اللي كتسول على هاد الاطفال هادو كيفاش يمكن اننا نساهموا انهم يدخلوا لميدان التعليم. وحنا كنعرفوا بعض المرات الاسر المغربيه ما كيكونش عندها القدره الماديه باش تدخل هاد الاشخاص يقراو، خصوصا نتحدث عن 2000 3000 درهم في الشهر. لا غير باش نقول لك الموضوع ديال الاعاقه هو موضوع كبير جدا، هو قضيه حقيقيه انا احملها في صدري وفي قلبي حتى من قبل ان اتحمل هذه المسؤوليه. اللي بغيت نقول لك بان احنا انتبهنا اولا لاهميه المعلومه والمعطيات. اطلقنا البحث الوطني الثاني للاعاقه باش نعرفوا فين وصلت الاعاقه. الحمد لله الاعاقه في المغرب هي تحت المعدل الدولي العام. ثاني شيء هو أننا لا يمكن أن نشتغل على موضوع الإعاقة كقطاع بشكل انفرادي وفي إطار ضيق، لا بد أن نشتغل بسياسة عمومية مندمجة نسمح لكل القطاعات الحكومية أن تقوم بدورها، خصوصا الصحة والتربية الوطنية وغيرها من القطاعات إلى جانب هذا القطاع. السياسة العمومية أطلقناها واعتمدت بلجنة بين وزارية رأس والسيد رئيس الحكومة. اليوم اللجنة التقنية مهيئة اليوم إن شاء الله 29 باش نقدموا للمجتمع المدني الآن من بعد ما كملنا واستوفينا جميع الشروط والمحطات اللي خلت السياسة العمومية تخرج بخريطة الطريق بواحد البرنامج عمل اللي نعرضوه للمجتمع المدني كذلك يعطي الرأي ديالو إن شاء الله بعد تقريبا 3 أو 4 أيام. وهذا البرنامج عمل هو اللي غنزلوا فيه السياسة العمومية. طبعا الحكومة كلها اليوم أصبحت معنية، بعد الإعاقة أصبح حاضرا عند كل القطاعات الحكومية. ثاني شيء أننا بحمد الله استطعنا أن نخرج قانون آخر كان مستعصيا اللي هو قانون النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، واللي حتى هو كان خصو نفس طويل وكان خصو واحد العزيمة كبيرة، والحمد لله صادق عليه البرلمان بغرفتيه، واللي هو قانون إطار. وكتعرفوا بأن القوانين الإطار تعتمد أولا أو يصادق عليها في مجلس وزاري يرأسه جلالة الملك. وهذا القانون الإطار اليوم جا متجانس مع المبادرة ديالنا ديال إرساء قواعد سياسة عمومية مندمجة، لأنه يؤطر الحكومة القطاعات الحكومية كلها في كل المجالات ويثبت حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في كل المجالات. إن تعلق الأمر بالتعليم اللي جاء القانون كيقول بأن تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية والتعليمية في المغرب، وهذا مهم لأن اللي كان إلى يومنا هذا طبعا أن التربية الوطنية غير معنية بتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة. شكون اللي كيدير مراكز ديال آباء عندهم أبناء في وضعية إعاقة يعني يقيمون عملا من أجل احتضان هؤلاء الأبناء وخصهم دعم. الوزارة كتدعمهم ماديا طبعا عن هؤلاء الأطفال، ولكن الأمر غير كافي. إذن الدولة خصها تتحمل المسؤولية ديالها كاملة، ماشي فقط بالدعم ولكن في أن تجعل تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من الباب الحقوقي، من زاوية الإنصاف لهؤلاء المواطنين، أن تضمن لهم حقهم في المنظومة التعليمية. وهذا الحمد لله جاء به القانون الإطار ديال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة،
وايضا بل وراه بعد ذلك المجلس الاعلى للتربيه والتكوين، والان هو رافعه من الرافعات التي جاءت بها استراتيجيه وزاره التربيه الوطنيه. والان نحن نجتمع على مشروع قانون جديد اطار من اجل يعني تثبيت حق هؤلاء الاطفال في التمدرس. انا متفق معك، انا غنكمل لك على الجزء ديال التمدرس. دابا حنا اليوم المتتبع تيسمع مشاريع قوانين، كيسمع قوانين، ولكن الاسئله كتكون بعض المرات كتخص الواقع. واش اليوم المواطن العادي اللي عنده الولد ديالو ولا الابنه ديالو عندها كتعاني من الاعاقه، واش عنده القدره باش يدخل وليداته؟ انا غير باش نقول لك، ملي كنكون نتكلم على القوانين نعم. كنتكلم على واحد الاليه اساسيه لتاطير العمل. علاش كاين خصاص؟ علاش ما كاينش اثار على المواطنين؟ لان ما كاين حتى قانون الذي يؤطر هذا الشيء. غير دار الشيء التمدرس ودعم المراكز اللي كدير التمدرس، غير القطاع لانه قطاع وسيط يدعم، ما كاين شي حاجه التي تلزمه. اليوم دخلنا لمحطه الالزام القطاعات الحكوميه، كيولي واجب على القطاعات الحكوميه ان تدعم او ان تخرج ببرامج. باش نجاوب على السؤال ديالك بشكل مباشر، حنا تقريبا دعم المجتمع المدني كيوصل احيانا ل 62 مليون ديال الدرهم، وكتاخذ تقريبا ما يزيد عن 16 مليون ديال الدرهم غير المؤسسات اللي كدير التمدرس ديال الاطفال في وضعيه اعاقه. اليوم مع تفعيل صندوق التماسك الاجتماعي اللي هو يستهدف 4 محاور بخصوص اشخاص في وضعيه اعاقه، خصصنا 25 مليون درهم فقط لتمدرس الاطفال في وضعيه اعاقه. وبالتالي انت كتشوف اولا المأسسه التأطير القانوني، المأسسه من خلال صندوق دائم ما عندوش الحدود، وكذلك في تجانس مع كل مبادرات حكوميه، سياسه عموميه، مشروع قانون اطار، صندوق التماسك الاجتماعي، ارقام، هادشي كلشي مبني على ارقام. فهذه الرؤيه الاستراتيجيه هي التي سمحت لنا بان نقوم بكل هذه المبادرات باش طبعا نغير من هذا الوضع اللي هو وضع فيه نوع من الارتجاليه، فيه مبادرات ذاتيه او شخصيه جهات مشكوره على تطوعها في هذا المجال، لكن الدوله لابد ان تتحمل مسؤوليتها. لا يمكن ان تقوم بذلك بالالزاميه الضروريه للتمكين للمستهدفين الا من خلال قوانين وسياسات عموميه مندمجه. هادشي كيدينا مباشره المسار الثاني اللي ذكرت لك، ان هضرنا على قضيه ديال التعليم ديال هاد الاشخاص في وضعيه اعاقه، يعني الاسئله ايضا تكلمت على قضيه ديال التشغيل ديال هاد الاشخاص هادو. هنا عندنا السي عبد الملك اللي هو من هاد الناس هادو، كيسول السيده الوزيره شنو الاستراتيجيه اللي حطيتوها نتوما في الوزاره باش هاد الناس تلقاو لهم حلول على ارض الواقع. اولا باش نقول لك، ملي كنتكلم على سياسه عموميه مندمجه راه داخل فيها كلشي، نعم. ولكن لا باس نفصل. دابا جينا النقطه ديال التشغيل اللي هي محور اساسي في هذه السياسه العموميه. حنا في التشغيل عندنا جوج ديال المستويات. عندنا الناس من ذوي الاعاقه طبعا اللي خاصهم يندمجوا في الوظيفه العموميه لانهم حاملين للشهادات وتتوفر فيهم الشروط ديال ولوج الوظيفه العموميه. وعندنا الشق ديال اللي ما عندهمش الشهادات تمكنهم من الدخول الوظيفه العموميه. شنو درنا بالنسبه للوظيفه العموميه؟ قلنا بان المواطن ذي اعاقه هو مواطن متساوي مع باقي المواطنين، اذا خاصو باش يولج الوظيفه العموميه خاصو يدوز من المباراه. ولكن لان عنده اعاقه، لان ما عندوش نفس الفرص، ليس هناك تكافؤ بينه وبين الاخرين، خاص تكون هناك واحد التدابير اللي هي فيها نوع من التمييز الايجابي. هذا الشيء كان خداته حكومه سابقه ما قبل السابقه بتحديد واحد الحصيص ديال 7%، لكن منذ ذلك الوقت راه من 2000 منذ ذلك الوقت يعني لم تنزل هذا الحصيص، هذا لم ينزل. وطبعا
الاشخاص في وضعيات اعاقه كيحسوا بان كاين كلام على 7%، ولكن ما كاين والو في المقابل. ملي جيت كنرصد الواقع لقيت بعض القطاعات كيديروا مجهود، طبعا بعض القطاعات ما كديرش مجهود، ولا كاين هناك عوائق موضوعيه. مثلا البروفيل اللي كتبغي واحد القطاع ما موجودش بزاف عند الاشخاص ذوي الاعاقه، خصوصا المكفوفين اللي هما كيبقاو عندهم المجال محصور، لان المؤسسات ماشي كلها كتستقبل الاشخاص المكفوفين الى غير ذلك. هذا موضوع اخر طبعا ما غاديش نطرقوا ليه الان. لذلك قلنا الشيء اللي خاصنا نشتغلوا عليه شنو هو ان نقر المباراه، لكن لابد ان نفعل 7%. الان المرسوم جاهز، طبعا لا ماشين يلوغد، يعني الاليه ديال اخراج القوانين واخراج السياسه ثقيله جدا. علاش؟ لان مبنيه على التشاوريه وتبادل الراي، ومن هذا القطاع لهذا القطاع عاد كنخرجوا بشي حاجه. فهذا المرسوم حتى هو من اول ما اشتغلنا عليه، من فاش اشتغلنا على القانون وحنا كنشتغلوا على هذا المرسوم هذا اللي الحمد لله السيد الرئيس توافق معنا حنايا بطريقه تشاركيه مشتغلين مع باقي المتدخلين. وقلنا بانه الا بغينا نمكنوا الاشخاص ذوي الاعاقه 7% خاص تكون المباراه فيما بينهم. ثاني شيء لابد ان يعلن عن مناصب المخصصه في اطار 7% للاشخاص في وضعيات اعاقه من قبل، ان كل قطاع يقول لنا بالضبط شنو هو العدد اللي غادي ياخذ، ان تنظم المباراه من خلال تدبير لجنه مستقله تابعه، مستقله يعني مستقله على القطاعات الحكوميه تابعه لرئاسه الحكومه، وان القطاع الوصي يدير الكتابه ديال هذه اللجنه. هكذا نضمن ان 7% غتكون حقيقيه، وبان التباري نقره كمبدا، لكن يكون فيما بين الاشخاص ذوي الاعاقه، وبالتالي النتيجه غتكون مهمه جدا. هذا مجال ديال الوظيفه العموميه. طبعا المرسوم راه كل مره كنتسناو انه يبرمج لكي يصادق عليه في مجلس حكومي مقبل ان شاء الله. المجال الثاني ديال اللي ما عندهمش الشهادات، هذا عندنا صندوق التماسك الاجتماعي اللي هو كيتكلم في المحور الثالث على إدماج ذوي الإعاقة في مجال الشغل، الإدماج المهني. فهذه السنة أطلقنا إعلان لاستقبال مشاريع للأشخاص ذوي الإعاقة كيتخصص لهم واحد التمويل الآن في حدود 60,000 درهم، لكن ممكن أنه يتطور إلى مبالغ أخرى ملي تنجح هذه التجربة الأولى. وإحنا فاهمين بأنه إلا ما كانتش مواكبة وما كانش واحد التمحيص في المشاريع يقدر تهدر الأموال والجهود وفي الآخر ما يكون والو. لذلك احنا حصلنا هذه العملية بدفاتر تحملات بشركاء آخرين للمواكبة ديال حاملي المشاريع بحال لانابيك. كاين التعاون الوطني من خلال المندوبيات ديالهم. هناك كذلك الجمعيات اللي قلنا بأنهم غادي يقوموا بدور كذلك ديال المواكبة ديال حاملي المشاريع. وهكذا كنخلقوا واحد المناخ تعاوني، الأشخاص في وضعية إعاقة، المؤسسات الدولة، القطاع الحكومي المعني، المجتمع المدني. وان شاء الله ملي غتخرج النتائج ديال هذه التجربه الاولى اللي انطلقت في سنه 2015 بعد تثمينها وتقييمها، غادي ديك الساعه تكون مجال اخر لتطوير هذه التجربه.